ياه هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بالرئيس سام بهدوءه الساحر وشخصيته المستبدة، وقاعد قصاده راجل ضعيف بيترجاه يسامحه والفلوس هيسددها في أقرب وقت، لكن غرور سام ما سمحلوش حتى يرد. وقتها بتدخل مجموعة بنات علشان يحاولوا يغروه، بس بيتفاجئوا بالمساعد وهو بيبعدهم، وده لأن الرئيس بيتقرف من الستات. ليه كده بس يا ريس؟ فتعالوا بينا فراشاتي نشوف إيه حكاية بطلنا القاسي المستبد القمر. بس لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراكك في القناة لأنه بيفرق معايا جدا، ويلا بينا نبدأ الحكاية. وللمرة التانية بتفشل الخطة إنه يسامحه. أرجوه ما كنتش أعرف إنك بتكره الستات. بيقاطع خوفه وصوته الرجولي: لو على الفلوس معاك 3 أيام، أما بقى لو على الستات فعقابك هتاخده حالا. وفي مالها خاص بعارضين الخدمات الخاصة للسيدات بنشوف بنت بسيطة جاية بلبس المطبخ وبنعرف إن اسمها يان. بيوقفها المدير باستهزاء: انت مش مسموح لك تكوني هنا، ارجعي بيتك. بتبص على نفسها بحزن: من النهارده مفيش شغل البيت، انا هنا علشان استمتع وبس. وبتخرج فلوس من شنطتها وبتطلب من المدير يجيب لها احسن عارض في المكان. وفي اللحظه دي بيقف سام وبيبص عليها بعيون رصاص وبيبتسم بسخريه عليها وبيمشي. وبعد المزيد والمزيد من الشرب كانت خلاص سكرت. بيجي لها المدير وبيقدم لها رقم الاوضه اللي هتلاقي فيها العارض، فبتكافئه وبترجع بذكرياتها لساعة فاتت. وهي في بيتها بتهتم بحماتها كالعادة. بتتفاجئ بطلب طلاق بعت جوزها شي. بتقف مصدومة: معقولة بعد 8 سنين خدمة لأمه عايز يسيبني بسهولة كده؟ بيقاطع حزنها ضحك العجوز المستفز: أخيرا هيطلقك، بقالك 8 سنين بنصرف عليكي. بتعيط يان: ابنك هو السبب، أنا اتنازلت عن شغلي علشان اهتم بيكي، دلوقتي انت اللي بتقولي كده؟ وإيه يعني إنك تخدميني؟ أظن ده دورك. في اللحظة دي بتفقد يان السيطرة على نفسها وبتقرر تعاقبها. وفي الوقت الحالي بنشوفها وهي بتدور على رقم الأوضة وبتلاقيها، وبمجرد ما بتدخل بيتغير الرقم. وفي الأوضة بيتفاجئ بيها، بيبص عليها ببرود: انتي؟ فبتحضنه وبتبدأ تعاين البضاعة، ما هي دفعة صرفة ومكلفة. في اللحظة دي بيلاحظ سام انه قابل لمستها، بس بيسيطر على نفسه وبيمسك ايديها: ايدك لو كملت كده انتي اللي هتزعلي. فبتطلب منه بحب يديها حنان: اطمني مش بتأثر. بيحاول يداري مشاعره اللي هتفضحه، فبتقرر تاخد حقها بنفسها. وكانت ليلة ولا 1000 ليلة وليلة. تاني يوم بتصحى وبتبص عليه بحب، وهي بتقول لنفسها: المرة الجاية هطلبك انت. وبتسيبه وبتمشي. بيصحى بعدها وبيكلم المساعد: حالا تجيب للدكتور الخاص بالعيلة. بعدها بيسأله الدكتور: انت بجد ليلة امبارح قضيتها مع واحدة؟ طب ازاي؟ والشعور اللي بتحسه معقول اختفى؟ بيمسك نضارته بهدوء: والله ده دورك، المفروض الجواب عندك. مبروك للرئيس سام، دي معجزة، البنت دي علاجك الوحيد. بيبص وقتها سام للمساعد اللي بيترجم النظرة في لحظة: أوامرك هتتنفذ وهنوصل لها في أقرب وقت. وعندي يان بنشوفها وهي في شركة وبتسألها السكرتيرة ببرود: عايزة مين؟ الرئيس شي، أنا زوجته. وعندي شي كان يلهو ويلعب مع سوه ولا يبالي بما يحدث في الكوكب الخارجي. بتخبط السكرتيرة وبتعرفه إن يان بره، فبيخاف: استني لحظة. ما بتفكرش يان وبتكسر الباب، بس سو بتقدر تدارى تحت المكتب. بيعملها بأسوأ: انت ايه جابك هنا وسايبة أمي لمين؟ فبتديله على وشه: انت عايز تطلقني وكمان عايزني اهتم بأمك؟ بيبص على الورق وهو مستغرب، هو ما عملش كده. وبيطلع كل ده من ورا سو: تمام، لو عايز الطلاق فأنا اللي قدمته طول 8 سنين هاخد قصاده 1,000,000. فبيتجنن: 1,000,000 من امتى وانت طماعة كده؟ والله الفلوس الحاجة الوحيدة اللي مستحيل تخني، بالعكس هتدعمني. كان لسه هيهنها بيقول لنفسه: لو خسرتها هجيب لأمي مربية منين؟ والأسعار ولعت. حبيبتي أنا عارف إني ظلمتك، بس أنتي عارفة أنا بحبك إزاي. فبتقرصه سو من تحت المكتب لأنه كذاب ومنافق. في اللحظة دي بتلاحظ يان إيديها وبتقرر تعاقبها: حبيبي لو عايزني أثق فيك اديني الفلوس. فبيديها الكارت وبيطلب منها ترجع للبيت علشان تهتم بأمه. وعند يان بنكتشف إنها سجلت كل حاجة بتحصل في مكتب جوزها علشان تقدر تدينه وتتطلق منه بكامل حقوقها. إن كيدهن عظيم فعلا. وعند سام بيدخل بغرور وسط
الحراس وبيعرفوا المساعد إنها في أوضة تغيير الملابس. بيقاطع كلامه وخروجها بفستانها الملفت وسط ذهول الكل قد إيه هي جميلة. بتستغرب وجوده، أنت إيه جابك هنا؟ فبيداري إنه بيراقبها. امبارح الكرافتة في حد قطعها فجيت أشتري غيرها. بتحس بالإحراج. ما تقلقش هعوضك. شكرا. وبيطلب منها تساعده يلبسها. بيتصدم المساعد أول مرة يكون الرئيس الطرف الأكثر حماسا. بتقرب منه بهدوء فبيتوتر من لمستها. بعدها بتطلب الحساب فبتتفاجئ بالرقم. ما تقلقيش أنا هحاسب يا راجل، من أولها كده دلع. فبتعرفها الموظفة إنه مش محتاج يدفع لأن كل المجمع ليه. فبتتصدم. انت مش عارض؟ بيمد ايديه برسمية. انا الرئيس سام، لو ينفع نتعشى سوا الليلة. وهناك كانت بتقرأ الاخبار عنه شخص قاسي ومستبد، قلبه ما يعرفش الرحمة وعمره ما كان ليه حبيبة. بتقول بابتسامة خوف يا خسارة كده مش هقدر اكون معاك بعد كده. فبيحاول يبين انه تقيل. مش مشكلة لو حابة انا معاكي دايما. طيب بصراحة انا متجوزة، اكيد وضعك يعني ما يسمحش انك تكون عشيق. لا ما تخافيش هخليكي ارملة متملك. فبتخاف. لا انا كده هخرج من سجن لسجن تاني، احنا ممكن نمشيها قانوني ونتطلق. فبيقول لها ببرود وانا هستنى بقى لحد ما تتطلقي؟ انا مش هقدر. وبيعرض عليها مرتب كل شهر 2 مليون. كويس؟ قليل؟ طيب 5. بيبص المساعد بصدمة. ايه حصل في الدنيا؟ العقدة اتفكت وهيدمرنا كلنا. وعندي يان سام كده ظلم لجوزي. قلت لي بطاقة البنك فين؟ وعندي شي بيرجع البيت بيتفاجئ ان يان مش موجودة وامه بتكون حالتها حالة ومحتاجة يغير لها. فبيحس بالقرف. ازاي يان كانت متحملة كل ده؟ وبيلومها انها اكيد طفشت من اسلوبها لانها بتحبه. وبيقرر يرن عليها. انت فين كل ده؟ اول مرة تتأخري كده. بيحس سام بالغيرة وبيقرب عليها فبتخاف جوزها يسمع وبتبعد التليفون. اياك تتكلم كده هيلاحظ. بياخد منها التليفون وبيبعده. بتقرب عليه فبيقرر يعاقبها على مشاعره. فبتعضه. ليه عملت كده؟ بيقول لها بتملك انا اعمل اللي حبه في اي وقت. وعندي شي بيقعد يقول لنفسه اكيد بتعمل كل ده علشان اغير عليها، مين هيبص لواحدة زيها؟ وفجأة بتدخل بكامل اناقتها وانوثتها وعيون الكل عليها وهو اول ما بيشوفها بيتصدم. بيحاول يقنعها تسامحه وهو مستعد يتحمل اي حاجة علشان يرضيها. فبتقوله ببرود بص يا حبيبي امك مش ملزمة مني لا ولدتني ولا ربتني. طيب حابة ايه؟ بتقول بتعالي الطلاق أو $1,000,000. فبيتصدم. من كام يوم كان مليون بس. فبتعرض عليه الفيديو وبتقوله بنبرة تهديد بذمتك مش يساوي أكتر؟ بيحاول يقنعها تتراجع، هو فعلا مش معاه المبلغ ده. وقتها بتدخل المحامية الخاصة بسام وبتتعامل بكل رسمية. حسب الطلب والدليل لازم تتنازل لموكلتي عن كل أملاكك. وفي العربية بيكون مستنيها على نار. انت عرفت مكاني ازاي؟ من غير ما يبين اهتمامه. عادي المدينة كلها تحت ايديا بسهولة أعرف. بعدها بيسألها لو عندها مكان تعيش فيه فبتعرفه إنها حاليا بقت في الشارع وفي فندق بيحجز لها جناح خاص. بتتصدم من سعره وبتقرر تمشي. بيمنعها وبيطمنها المساعد إنه ملك الرئيس سام. وبيشاور المساعد اللي بيقدم لها الكارت ده علشان تصرفي براحتك. بتسأله ببراءة ده برا 5 مليون مرتب كل شهر صح؟ بليز. يا فضحتنا وسط الأجانب. فبيعبر لها عن موافقته بطريقته وبيبتسم. وعندي شي بيخطط هو وأمه إزاي يقدر يكسب قضيته مع يان. فبتقترح أمه إنهم يخدروها ويخلوها تقضي الليلة مع أخوه وبكده هيدينوها. وطبعا كل ده كانت يان سمعاه، وده بسبب كاميرا المراقبة اللي كانت بتطمن بيها على حماتها وقت غيابها من البيت. وبالليل بتقرر تروح لهم هي والمساعد. بس بيجيله وقتها اتصال بيعرفوا إن الرئيس سام اتعرض لهجوم. بيقف المساعد قلقان. أنا مش عارف أتصرف إزاي، الرئيس طلب مني أكون ضلك وحاليا هو في خطر. فبتطمنه إنها تقدر تتعامل. المهم سام وبتطلب منه يروح يساعده. وعلى عشاء بتسأله يان بمكر فين العقد؟ فبيحاول يبان طيب ومراعي. طيب مش نتعشى عشاء الوداع سوا؟ فبيطلب منها أخو جوزها بمكر تشرب معاه كاس أخير وفعلا بتشرب. وعند سام بيقف بارد وهادي بيشرب السيجار. ومع نهايته كانت نهاية الكل. وحش كاسر. بيوصل وقتها المساعد فبيقوله سام ببرود ايه جابك هنا؟ ووصلني رسالة انك
في خطر. وفين يان؟ رجعت لبيت جوزها علشان تكمل أوراق الطلاق، فبيفهم إنها أكيد في خطر. أنا آسف، ما كنتش أقصد. بيمشي والغضب عميه وبيتحرك للبيت بسرعة. وعندي شي بتكون خلاص يان فقدت وعيها، وبينيمها على السرير وبيحذر أخوه إياك تقرب منها، مثل وبس. لا يا واد حنين قوي. بس الأخ كانت أغراضه حقيرة، بيقرب عليها بس بتفاجئه إنها صاحية، وده لأنها ما شربتش المنوم أصلا، وبتقدر وقتها تسيطر عليه وبتاخد حقها تالت ومتلت. وطبعا الأصوات اللي خارجة من عقاب الأخ بيفكرها شين اتجرأ ولمس مرات أخوه فبيتعصب. وهنا بتتدخل الأم وبتقرر تصرخ وتنادي على الناس علشان يمسكوها، بس يان كانت أذكى وبتقعد تعيط زي المسكينة. شي خني، ولما طلبت أطلق حطلي المنوم علشان أخوي يعتدي عليا، أنا عملت كده. فبتمثل إنها تفقد وعيها. بيطمنوها إنهم هيقفوا معاها وهيشهدوا ضدهم في المحكمة، وبيطلبوا الشرطة لأخوه. يا ولد على ابتسامة النصر. وفي الشارع بيحاول شي يجبرها تفضل معاه وتتنازل عن فكرة الطلاق. بتبعده عنها وكان لسه هيخلص عليها. بيتفاجئ بالحراس وفي وسطهم الكاريزما. بيقرب منها وبيمسك ايديها بخوف. أنا آسف إنك كنت وحدك، انت كويسة؟ وفي البيت بتسأله بقلق انت كويس؟ ايه ده انت بتنزف؟ خليني أساعدك. فبيفرح إنها بدأت تهتم بيه وبيطمنها إنها آثار لحد تاني. الرئيس ما بيتأثرش. فايه رأيك بقى تهتم بيا بطريقة تانية؟ سافل ومنحط. وبيقرب عليها فبيقاطعهم المساعد. أنا آسف، أنا السبب، لو ما كنتش مشيت ما كانتش المدام اتعرضت للخطر، وآدي إيديا هي وكان لسه هيأذيها. بتمنعه يقام بخوف. أنا السبب، أنا اللي خليته يمشي. وطبعا الريس كان على آخره، ضيع عليه اللحظة. خلاص. فبيقوم يشكره إنه سامحه، والحماس بياخده وبيمسك إيديها. فبيغير سام وعيونه بتطق شرار. تاني يوم بتتمشى يام بفرحة بعد ما قدرت تطلق من شيه وتاخد كل أملاكه. بتتفاجئ بسو واقفة علشان تهنها، بس يام ما بترحمش. والله أنا حاليا معايا كل الأملاك وزبلت رميتها، يمكن حد غيري يستفاد بيها. وبتديها واحدة في الرجل بتجيبها في الأرض. أنا محتاجة أتعلم أدافع عن نفسي من الأخت ياندي. وعند سام بتعرفه المحامية إنه مش محتاج من النهاردة يكون العشيق السري، فبيشكرها برسمية. بس يام بتقرر تديها حضن. وهنا الريس بيولع. هي خلاص بقت ملكه ومش حابب حد غيره يلمسها. بس المحامية كانت عارفة فبتبعد وبتقول لها بابتسامة خلي بالك الرئيس ما بيحبش حد يلمس أملاكه. بيقاطع الكلام صوته الهادي البريء. طيب مش شايفة إن في حد تاني محتاج شكر؟ أيوة صح. وبتروح تجيب الهدية. بيبص بابتسامة وحب عليها وبيقرب إيديها علشان ياخدها. بيتفاجئ إنها للمساعد. دي ليك علشان أنت قلتلي قبل كده إنك بتحب الملاكمة. النظرة. بيبص على الرئيس وبيقول بخوف أقبلها ولا لأ؟ عادي، دي هدية بسيطة، لو عجبك خدها. وبيمشي زي الطفل. بيروح المساعد وراه وهو مبسوط. بيبص سام ببرود. بتحب الملاكمة صح؟ تعالى هعلمك ازاي تتدرب. لا اياك تروح هتندم. بعدها بيخرج وكل حتة فيه بتعيط. بتخاف يان وبتسأله مالك؟ أنا كويس، بعد إذنك ما تجيبليش هدايا تاني، أنا بقيت بكرهها. بيقف بعدها سام وهو زعلان زي البيبي. بتقرب منه وبتلمسه بحب. انت زعلان؟ وما تحاوليش. فبتقرر تبوسه برقة. وهنا قلبه بيتخطف. فبيقرر يعاقبها انها لعبت بقلبه. انا كاريزما بس بيبي قوي قوي. تاني يوم بتصحى بتلاقيه قصادها بيقرب منها بحب علشان تشرب. بتتفاجئ ان على ايديها اسوره. فبتسأله ليه دي؟ انا مش عايزة. بيقول لها بحب لانك اهتميتي بالكل وجبتي هدايا الا لنفسك، اديني في الاهتمام. بيشدها لحضنه وبيقول لها بهمس افتكري دايما انت الاولى في حياتي ولازم تكوني الأولى في كل حاجة. واحد من ده ولن أشكو ولن أبكي. بعدها بيجي لها اتصال من عمتها اللي بتكلمها بوقاحة. انت ازاي تطلقي من شين وتداري علينا؟ تيجيلي البيت فورا وإلا هتندمي. بيقول لها سام ببراءة أنا هاجي معاكي. فبترفض. لا علاقتنا لسه ما بقتش علنية. فبيحترم رغبتها. بعدها بتوصل ومعاها الهدايا اللي بتفرح بيها العمة وبيتغير مزاجها 180 درجة. بيسألها العم بخوف ليه وصلت الدنيا للطلاق؟ وبتتريق عليها العمة. دلوقتي بقيتي مطلقة، ضيعتي من ايديكي راجل وعنده املاك. بس خلاص بقى اللي فات فات. في واحد عنده طفلين في الثانوي وناوي يدفع فيكي 200,000. بتخرج يانا عن شعورها. محدش ليه الحق
حق يتدخل في حياتي، خليكي في حالك. وبالليل بتيجي الساعة 12 وبتفتكر إنه عيد ميلادها. بيكلمها سام وقتها وبيقول لها بهدوء: مش ناوية ترجعي؟ لا، أنا حابة أقعد شوية. تمام، كل سنة وانتي طيبة. فبتتصدم إنه عارف عيد ميلادها وأهلها محدش افتكر. مشاعرها بتتلخبط، حاسة إنها بدأت تتعلق. العلاقة بدأت تخرج عن فكرة المصلحة للحب. بعدها بتقرر تخرج للعيلة اللي بتسمعهم بيتكلموا عليها بكره. دلوقتي اتطلقت وأكيد استفادت من جوزها، وإيه كمية الأكل اللي جايباها دي ما تكفيش فردين. بتقرب يان وبتقرر تعاقبهم، وبتاخد الأكل وبتقلب باقي الترابيزة علشان يقدروا قيمتها. بتقعد في الشارع تاكل زي الطفلة وهي بتحاول تقنع نفسها إنها كويسة. بتسمع طفل بيقول لأمه إنه عايز كيكة عيد ميلاده. لا بقى، الكيكة مش حلوة، أنا هو باكل والأكل طعمه أحلى. وبتعيط. في اللحظة دي بينزل من عربيته بهدوء وبيقعد قصادها بحب وبيداريها بالجاكيت. ايه جابك هنا؟ ابدا، كنت في اجتماع ومعدي في الطريق فشفتك بالصدفة. فبيدخل المساعد وبيبوظ كل حاجة. يا ريس، 3 ساعات في الطريق علشان في الاخر تجيبنا في المكان الوحش ده. فبتعيط انه قطع كل المسافة دي علشان عيد ميلادها. بيسألها بحب: مالك؟ مفيش. بتحب السمك؟ دفعت فيه فلوس كتير وطلع طعمه وحش. بيلمس شعرها ببراءة كأنها بنته. تحب تاكلي ايه؟ وفي المطعم بيعرفهم الموظف انه قصادهم 52 شخص. ايه ده؟ لا، تعال نشوف مكان تاني. بيبص للمساعد اللي بيقرر يبيع كل رقم مقابل 10,000 والكل بيجري عليه. فبتخاف يان من الفلوس اللي بيدفعها في اللاشيء. انا خلاص مش جعانة، يلا نمشي. بيقول لها بحب: النهاردة عيد ميلادك واي حاجة مقابل سعادتك هعملها. فبتضعف قصاده وبتديله حضن بريء. بعدها بيسألها بحب: مبسوطة؟ دي اول مرة حد يحتفل بعيد ميلادي أو يفتكروا أصلا. بتبص للسما اللي انكتب عليها اسمها: ومش بس أنا، العالم كله هيعرف إن النهاردة اتولدت فيه حبيبتي. وبيديها المزيد والمزيد من الحنان. يا راجل، ضغطي بقى في السما، اهدى علينا مش كده. تاني يوم بيدخل المساعد عليهم وبيبوظ اللحظة السعيدة. أحسن. المساعد ده أكيد سنجل. فبيتعصب سام. يا ريت يكون الحوار مهم. بيعرفوا إن شي طالع في بس وبيتهم يان إنها خانته وطلبت الطلاق وأخدت كل أملاكه. فبيتعصب سام فورا يتلغي حسابه. بتطلب يان منه ببراءة يسمح لها تستغل اللي حصل لصالحها. قولي يا فنانة وعلمينا. وبتخرج هي كمان في بس وبتعرض قصاد الكل فيديو ليه هو وسو، والكل بيعرف إنه على علاقة بالسكرتيرة وإن يان بريئة. بيكلموا بعدها المدير وبيعرفوا إنه مطرود من الشركة. بيجي الليل وبيدخل سام بيلاحظ إنها بترتب أوراق. بيسألها باستغراب: إيه ده؟ بسبب غباء شي قدرت أعمل 100,000 متابع في يوم وكله بقى طالب اعمل له اعلان، فلازم استغل ده لمصلحتي. ما عندهاش تفاهم، كله عندها مصلحة، حتى الواد الغلبان. بيحس سام بالغيرة انها كده هتأثر معاه وبيطلب من المساعد يتخلص من الورق. لا، وبتقرب عليه: اوعدك ان ده مش هيأثر على علاقتنا. فورا بيتنازل: خلاص، عندي مكتب تقدري تستخدمي براحتك في البث. يا راجل، اجمد كده. فبتقرر تعوضه، دي اقل حاجة، ووضع المساعد لا يقل عن وضعنا والله. وفي المطبخ بيقف علشان يحضر لها مشروب دافي علشان بطنها بتوجعها. بتقرب بهدوء وبتحضنه. فبيشيلها علشان ترتاح. انا كلمت الدكتور وقال ان الفترة دي طبيعي جدا تتعبي، فانا ههتم بيكي. بتفتكر جوزها كل شهر كانت بتطلب منه يكون جنبها، فكل مرة كان بيحسسها بالبرود. فبتحس بالحنين لسام وبتقرر تعبر له عن مشاعرها بطريقتها الخاصة. وعند سام بيقف المساعد وهو محاصر العصابة اللي عملت الفخ للرئيس. في اللحظة دي بيبدأ بس يان بيشاور سام علشان يخرسوا: حبيبته هتتكلم يا ناس، مررتي. فبيقرر يبعت لها هدايا علشان تحس انها عملت انجاز. بعدها بتكلموا علشان تشاركوا اللي حصل. لو فاضي ممكن نتعشى سوا. وطبعا هو مستني على نار: اكيد هكون عندك حالا. بعدها بيسأل المساعد: ها، نخلص عليه؟ بس الرئيس الحياة بقى لونها وردي خلاص. لا، خليه يعيش، اكسر له رجل بس. فبيشكروا الراجل وبيكمل ضرب. بعدها بيقعدوا سوا للعشاء. فبيحس ان ظهرها موجوع بسبب البث لفترة طويلة. انا طلبت كرسي من ايطاليا علشان ظهرك. بتقوله بمكر: وانا كده هعتبره ايه؟ كان نفسها يقول حب. بيداري علشان ما يأثرش على شغلك الأساسي. لا، ما تخافش، مش هيأثر، أنا هدفع الحساب.
استناني هنا زي الشطور. وهي ماشية بتسمع مجموعة شباب بتتكلم عن سام إنه فقر. من يوم ولادته لحد دلوقتي عيلة سونج مش معتبراه غير إنه كلب، فبتفقد يان السيطرة. ده بيهين الرئيس. بيحاول الشباب يهددوها، انتي عارفة ده يبقى مين؟ ده وريث عيلة سونج، ما بتهتمش وبتدافع عن سام. بيقرب الأخ علشان يخلص عليها، بيتفاجئ بالإيد اللي بتديله من غير رحمة. انت بتضربني علشان دي؟ وكان لسه هيقرب بيمسكوا المساعد، وبنعرف ان العلاقة بينهم متدمرة من زمان. وعند يان بيطمنها، انا مستحيل اسمح لحد يلمسك. وبيكمل بحزن، انا واخويا علاقتنا اتدمرت بسبب اهلي، لانهم من صغري بيعتبروني فقر وبيفرقوا بينا، بس خلاص كلام ملوش داعي. وبيلف علشان يداري حزنه، بتحضنه بحب وبنبرة حنين، انت بالنسبة لي حظي الحلو في الدنيا. فبيقرب منها وبيحضنها بامتنان لوجودها. وعندي شي بنشوف سو بعد ما بقت خدامة لأمه، انا زهقت، امك كل شوية عايزة تاكل. طيب ما تأكليها. طب عايزة اشتري فستان جديد. فبيهنها، انا متجوزك علشان تخدميني انا وامي، كفاية اني بأكلك. بتتصدم، انا غلطت يوم ما اتجوزت واحد زيك، اهتم بأمك بقى. بيبص على صورة يان وبيقول بحزن، يان اتحملت كل ده ازاي، وزي الغبي قدرت اضيعها من ايدي. الجالي بعد يومين يشكيلي بدمع العين. وبيقرر يروح لها علشان يعتذر لها ويحنن قلبها. فبتعرفه انها ما بقتش شايفاه راجل من الاساس، وهنا بيتأكد انها على علاقة بغيره. فبتقرر تغيظه اكتر، معاك حق، انا لقيت اللي يعوضني. وقتها بتوصل سو بتقول لها زي الهبلة، انتي بتسرقي جوزي. بتتريق يان، أنا اللي بسرقه، والله اللي عنده معزة يلمها. وبتسيبهم وبتمشي. وعند سام بيحرق السيجارة علشان يهدي من برود قلبه. بيدخل أخوه ومعاه الأم، أنت إزاي تتجرأ وتلمس أخوك؟ سمعت إنك على علاقة بنت ما تلقش بعيلتنا ولا مجتمعنا. بيتعامل ببرود، اللي أنا مختارها رأيك فيها ما يهمنيش، مسيطر قمر. فبيحاول الأخ الدلوع يأثر على أمه، شفتي بيدافع عنها إزاي؟ خدي لي حقي. بيبص سام للمساعد، بضاعة عيلة سونج اللي وصلت من أوروبا تترمي كلها في البحر. بتتجنن الأم، أنت عارف إيه الخسارة اللي ممكن تحصل للعيلة؟ مش مهم، ده عقاب إنكم اتكلمتوا وحش عن حبيبتي. يا ولد اديني في التمسك. وفي البيت بتطلب يان بمكر يقرب لها الفوطة علشان مش هتقدر تخرج من الحمام، ولسه هيقرب بتسحبه عليها، انتي بتخدعيني. بتطلب منه بمشاكسة يديها حنان لأنه مش مهتم خالص خالص. بعدها بيجيله مكالمة من الدكتور اللي بيطمن لو كرهه للستات اختفى، لا هي بس الوحيدة اللي عايز أقرب لها. فبيقول الدكتور إنه كده وقع في الحب، كويس جدا لو بتحبوا بعض مش محتاج ستات غيرها. بيبتسم بحزن، لا هي ما بتحبنيش، بتحب فلوسي وبس. لا يا ريس، وحياة عيونك دي بتحبك. تاني يوم بتتمشى يان بلبس بسيط، وبتتفاجئ بصوت بينادي عليها، وبيطلع سام، يا كسوفي. بتقول لنفسها ده مش شكل حبيبة رئيس عصابة قد الدنيا. بيحس بإحراجها، بيشدها لحضنه علشان تطمن، قد الدنيا يا ريس والله، والدنيا مش قدك، دي حبيبتي يان. بتتفاجئ إنه أعلن علاقتهم ده كان مجرد اتفاق. وطبعا بنتنا يان ما بتضيعش وقت، وبتعرض على العميل إنه يشتغل معاها، وبتستغل سلطة سام. وفي العربية بتقرب علشان تعبر له عن سعادتها بإنه أعلن علاقتهم، بس العزول حاضر وبنظرة واحدة بيهرب. وبيكمل الريس الحنان، ما بيزهقش ومش بيتهد. وفي البيت بتقعد يان تشوف فيلم وهي متأثرة. بيقرب عليها وبياخدها في حضنه. بتسأله بخوف، لو بعدت هتدور عليا أو هتهتم لغيابي؟ بيفاجئها برده، لا بجد مش هتزعل حتى. فبتزعل وبتقرر تمشي. بيشدها لحضنه فجأة، أنا أقصد إنه ما ينفعش تبعدي، فكلمة لو ملهاش إجابة. وبيقرر يطمنها، الريس بيعوض سنين القرف على حساب مشاعرنا. تاني يوم بيروح المكتب، بيتفاجئ بمنج صديقة الطفولة اللي رجعت مخصوص بعد ما عرفت خبر ارتباطه. بتقرب من إيديه، أنا رجعت أول ما عرفت إنك اتعالجت. بيبعد إيديها، لا لسه بقرف. بتقول لنفسها، طب إزاي ده أنا فضيت إزازة الريحة كلها، معقولة ما تأثرش؟ بتوصل يان وبتتفاجئ مينج من جمالها، أنا صديقة طفولة سام بجد. بيبص سام لمينج، ناديها بمرات أخويا. لا أنت مش أخويا، وهي مش مراتك، دي ما تلاقيش تكون مراتك أصلا. ليه أنت هتشك في اختياراتي؟ وبينادي للحراس علشان يطردوها. بتمثل إنها داخت وأغمن عليها حفظا لماء الوجه. وبالليل بتصحى بتستغرب إنه لسه صاحي. أنت ليه ما نمتش؟ أنت عندك سفر بكرة. بيقول لها بحب،
مش حابب ابعد عنك، خليكي جنبي. بتطمنوا انها موجودة، هما يومين بس. تاني يوم بتتفاجئ يان ان مكتبها اتدمر، وده بسبب مينج. انا بعرض عليكي 80 مليون مقابل انك تبعدي عن سام. وطبعا انتوا خلاص عرفتوا يان هتعمل ايه. شطار، هتستغل الفرصة، وفعلا وافقت. وفي العربية بنشوف سام وهو مجهز خاتم الجواز ليان علشان يفاجئها. وكانت الصدمة اول ما بيرجع وبيلاقي مينج مكانها. بيحاول يوصل لها بس الحقيرة بتكون قافلة تليفونها. ما تتعبش نفسك، هي بعتك علشان شوية فلوس. انا بحبك انت، هي كانت بتحب فلوسك وبس. وبتقرب علشان تلمسه، بيقرر يعاقبها وبيجيب لها الكلب. اول ما بتشوفه بتفقد وعيها، بس المرة دي بجد. بعدها بيوصلوا رسالة فيها مكان يان. بيخبط الباب ببرود، بتسحبه من غير اذن. حد شافك؟ لو مينج عرفت ان رجعت اشوفك هتاخد الفلوس. بيشيلها للسرير علشان يعاقبها. اسمعني بس، انا قلت اي فرصة اخد الفلوس وفي نفس الوقت انت معايا. فبيقعد جنبها مقموص وزعلان. مش اخدت الفلوس؟ عايزاني ليه؟ فبتتشاكس عليه. عايزاك انت والفلوس. وطبعا الريس سلم قبل ما تكلم. تاني يوم بيطلب منها ترجع البيت معاه. طيب ومينج؟ بيتعصب من غبائها. ما تخافيش انا معاكي. وقتها بيجيلها مكالمة وبنعرف انها مينج، وبتهددها انها عرفت بخطتها وانها رجعت لسام، علشان كده هتعاقبها وعيلتها بقت تحت ايديها. بتمثل يان انها متأثرة. أرجوكي لأ، كله لعيلتي وخصوصا عمتي. وده بيخلي مينج تعاقب عمتها الأول. أرجوكي أنا بحب طليقي، إحنا اتطلقنا بس بسبب خيانته، أنا لسه بحبه. فبتقرر مينج تعاقبه هو كمان. بتقرب من سام وهي مبسوطة، بتتفاجئ إنه غيران. لسه بتحبيه مش كده؟ وبيقرر يعاقبها، كله إلا الغيرة. وعندي شي بيدخل على أمه وهو متكسر. بتتخض، مين عمل فيك كده؟ بيعرفها إنه أكيد يان. أنا هجيبلك مربية لأني هطلق سو. بتستغرب الأم، طيب والمصاريف؟ ما تقلقيش، في مديرة في شركة لو، هي تخينة حبتين 3 ووحشة، عايزاني أكون لها عارض بس مش مشكلة، المهم الفلوس. وعند سام بتقعد يان تأكله عنب. حلو زيك. ده لست عجوز كانت ساكنة جنبي وأنا متجوزة، حاليا مش قادرة تبيعه، بفكر أعرضه في البث وأساعدها. بيبدأ البث في الوقت اللي بيفكر شي إزاي يقدر يدمرها. وبيسمع الصوت اللي جنبه، بيقرب منها غصب عنه. حبيبتي أنا عايز أشتغل في شركتكم، ممكن تساعديني؟ بتقوله بمكر. أكيد، بس ده ليه مقابل، والمقابل بالنسبة له كان عقاب يستاهل. وبتقدر يان تبيع كل الكمية والكل بيكون مبسوط. بيوصل المساعد اللي بيعرفهم ان البضاعة اتحجزت من شركة لو ورئيسهم اسمه شي. بينزل شي بكل ثقة. ما شفتكيش من زمن طويل، عايز ايه؟ مفيش، نرجع. وبكده البضاعة ترجع لك. غريبة، انا سمعت انك مرتبط بواحدة غنية. ايه سبتها؟ ده كان مؤقت، انا بعت نفسي علشان اوصلك، انا بحبك انتي وبس. فبتديله للمرة التانية تحت الحزام. وبتوصل صاحبته، خدت مستقبلي ومستقبلك. وفي اللحظة دي بيوصل الريس وسط ذهول الكل. بيسألها شي ببرود، مين ده؟ انا اللي اتريقت عليه من اول المسلسل يا حقير. وبيوصل المساعد وبيعرفوا ان الشحنة وصلت والكل بيفرح. بيتجنن شي، طب ازاي؟ هو مين وازاي قدر يعمل كده؟ بتعرفوا صاحبته انه ريس سام، وقبل ما يستوعب كانوا الحراس واخدينهم للعقاب التمام. وفي البيت بيقول لها بهدوء، بصي للسما. بيفاجئها بالخاتم وهو بينزل على رجليه وبيطلب منها بحب، تتجوزيني؟ فبتوافق من غير تفكير. وبيقرب علشان يعبر لها لأول مرة عن عشقه المجنون. بتقرف، فبيخاف، هو أنا أخف وانت تتعبي؟ بتطمنه، لا أنا حامل. وشوفوا يا ولاد الضحكة في حتة تانية. وبعد سنة بنشوف الريس وهو بيطالب بحقوقه. فبتخاف يان لأن ابنهم لسه نايم ومش حابة تزعجه. ما تخافيش، المساعد والحراس أخدوه وبيتمشوا سوا. فبتخاف دول ما يعرفوش الاهتمام، كل حياتهم خناق وبس. وبتقرر تكلم المساعد علشان تطمن. ما تقلقيش، كل حاجة تحت السيطرة. وبيشوف اللحظة دي شاب بيدخن، فبيزعق واحد من الحراس علشان يطفي السيجارة. بيخبطوا المساعد، انت ناسي قواعد الريس سام الجديدة؟ من فضلك اطفي السيجارة علشان التدخين مضر. وبيشوف ست عجوزة بيقرر يساعدها، وكل ده علشان ابنهم يطلع شخص كويس ويعيش في حب وما يبقاش رئيس متهور مستبد زي ابوه. بتطمن يان وبيقرر سام يطمن هو كمان. واخيرا لو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراكك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.